مساء الخير على احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده بقى هعمل معاكم الفراخ البروستد من الالف للياء، اللي هي زي بتاع اشهر المطاعم السوريه، بطريقه سهله وبسيطه وهتعجب اولادك وهتعجبكم جدا جدا وهتعجب جوزك. دي خلطة البروستد كده، انا كنت جايباها من عند الناس اللي هم السوريين وبتتباع في المحلات يعني وكده، هتلاقيها اسمها خلطة البروستد. دي كيس كده في خلطة البروستد، وجايبة معايا وراك بتجيبي على حسب عدد افراد اسرتك زي ما انت عايزة. الوراك دي يا جماعة انا نقعتها في ملح وخل لمدة ساعة، تسيبيها كده في ملح وخل وتغسليها كويس جدا جدا جدا، وبتجيبي بقى العدد اللي انت عاوزاه حسب عدد افراد اسرتك، وتابعوا معايا الخطوات خطوة بخطوة وهتعجبكم جدا جدا وبطريقة سهلة وبسيطة. هتعملي بقى وجبة في البيت لأولادك زي بتاعة أشهر المطاعم السورية. أنا بجيب الورك كده يا جماعة، ببتدي أقطعه على قطعتين زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا ازازة فيها لتر مية، وهقول لكم بقى هنعمل ايه، وهسيب لكم بقى المقادير في صندوق الوصف والطريقة. هنا كده انا بقطع الورك على قطعتين، بنجيب اوراق مش صدور، بتجيبي بقى العدد اللي انت عاوزاه حسب بقى ايه او عدد افراد اسرتك. هنا كده ببتدي ان انا اشرح الفراخ كده يا جماعة، بديها تشريحات زي ما انتوا شايفين كده، بعمل فيها فتحات عشان لما احط فيها الخلطة تبتدي تتشرب من الخلطة بتاعتنا. بصوا بديها تشريحات كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين كده برضو. الورك برضو كده بصوا بديله كده تشريحات من فوق ومن تحت برضو، بحيث ان احنا لما نحطها في الخلطة تبقى تتشرب معانا من الخلطة اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. ومعايا كده طبق على جنب، ومعايا ازازة فيها لتر مية. هبتدي افتح بقى كيس الخلطة بتاع البروستد وهاخد منه 4 معالق كبيرة من الخلطة دي، هاخد 4 معالق كده كبيرة. وما تنسوش بقى يا جماعة تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. انا بمسك كده معلقة من بتاعة الاكل، بحط كده في الطبق 4 معالق، 4 معالق كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا ازازة بقى فيها لتر مية، هبتدي بقى افضي ازازة المية دي كلها على الطبق زي ما انتوا شايفين كده. بفضي بقى اللتر مية كله في الطبق بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وابتدي اقلب بقى الخلطة بتاعة البروستد دي بالطريقة دي كده لحد ما الاقي ان الخلطة دابت في المية زي ما انتوا شايفين كده. بالطريقة دي بفضل اقلب فيها كده لحد ما الاقي الخلطة بتاعتنا دابت في المية، وببتدي بقى احط فيها الفراخ بتاعتنا، وبقطع بقى كل الفراخ بنفس بقى الطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده، واعمل لها بقى فتحات. وبكده انا قطعت بقى كل الاجنحة معايا، وهسيبها يا جماعة ليلة كاملة. هحطها في التلاجة ليلة كاملة في التتبيلة دي زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها ليلة كاملة في التتبيلة عشان تدينا طعم حلو ونفس الطعم بتاع الفراخ البروستد اللي بتتباع بره في المطاعم السوري، وهتعجبكم وهتعجب اولادك. هنا معايا بقى بيضتين حطيت عليهم ملح وفلفل، ومعايا الفراخ بقى هي اللي كنت مبيتها في التلاجة. بعد كده معايا دقيق وعليه معلقتين نشا كبار وحبهان مطحون وملح وفلفل، ده الايه اللي هنعمل بيه الكفر بتاع الفراخ بتاعتنا، اللي هنغطي بقى بيه الفراخ بتاعتنا. وتابعوا معايا كده الفيديو للاخر وهتستفيدوا منه جدا جدا جدا، والوصفة دي هتعجبك وتعجب اولادك ومش هيبطلوا يطلبوها منك، ومش هيقولوا لك يا ماما تعالي نشتري بقى ايه، اشتري لنا بقى ايه من المطاعم بره. فالوصفة دي جميلة وسهلة وبسيطة وبطريقة سهلة وبسيطة. عملت لولادك وصفة جميلة في البيت وهيحبوها جدا. هتقدميها مع رز مع سلطة كولسلو زي ما انتوا بقى عايزين. انا كده الاول تبلت كده الفراخ في الخلطة اللي هي الدقيق اللي معمول بقى بالنشا وبالحبهان المطحون والملح والتوابل. بصوا بتبلها بقى كده زي ما انتوا شايفين، بصوا
بالطريقة دي كده. وبعد كده بقى ايه بحطها في البيض. انا بديها كده كذا كفر عشان تدينا القرمشة وتدينا الطعم الحلو. بعملها كده كذا مرة زي ما انتوا شايفين. الاول بحطها في خلطة الدقيق وبعدين في الخلطة اللي فيها البيض، وبعدين برجع احطها تاني برضو على الخلطة بتاعة الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. بقلبها كده في الخلطة عشان تعمل لنا كفر كده عالي وتدينا قرمشة للفراخ بتاعتنا. بصوا ببتدي كده ان انا اتبلها في الدقيق. بعمل الموضوع ده كده كذا مرة بحيث ان هي تدينا الفوليوم العالي بتاع المطاعم. انا حطيتها كده كذا مرة في الخلطة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتبلها بقى في الدقيق اللي احنا عملناه بالتوابل وعملناه بالنشا. بصوا بتبلها حلوة قوي 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 وانفضها كده من الدقيق بتاعنا. وبكون بقى في زيت غزير على النار. بصوا في زيت غزير بقى على النار ويكون متسخن. ببتدي احط بقى فيه القطع بتاعتنا وابتدي بقى اخد قطعة تاني. دي الدبوسة كده برضو بعملها بنفس الطريقة. احطها في الدقيق واخليها كده تتشرب وتتشمع من الدقيق بتاعنا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بحطها في البيض واعمل الخطوة دي بقى كذا مرة بحيث ان الفراخ بتاعتنا تاخد كده ايه قرمشة حلوة وتاخد كفر كده حلو زي بتاعة المطاعم اللي ولادك بقى بيحبوها. بعد كده صدقوني يا جماعة بالطريقة السهلة البسيطة دي ولادك مش هيقولوا لك تعالي هاتلنا يا ماما من مطاعم تاني، لان بجد موفرة وسهلة وبسيطة وهتعمليها دايما لأولادك في البيت. ووجبة مشبعة تقدميها بقى مع رز مع مكرونة مع سلطة الكول سلو زي ما انت بقى عايزة. بجد يا جماعة هتعجبكم جدا جدا. او مع الرز الاصفر اللي انا كنت لسه عاملاه معاكم من قريب. ببتدي بقى بعد ما عملتها كده كذا طبقة بحطها بقى في الطاسة بتاعتنا على النار في الزيت الغزير. بصوا عشان بقى تستوي معانا كويس انا بديها صدمة كده وبقلبها على النار. وبعد كده بقى ايه بوطي عليها النار عشان تستوي كويس، لان انا لو سبت النار عالية الفراخ بتاعتنا هتبقى مقرمشة من بره وهتستوي لكن من جوه هتبقى نية. لكن انا ببتدي ان انا احطها على الوش ده شوية والوش ده شوية، وبعد كده ببتدي بقى اوطي عليها النار عشان الفراخ بقى تبتدي تستوي معانا وتطلع مقرمشة وجميلة ومن جوه تبقى مستوية ما تبقاش نية من جوه. بصوا انا كده ببتدي ان انا اقلبها على الوش التاني. بصوا كده بالطريقة دي بقلبها على الوش التاني. واول بقى ما الوش التاني ياخد لون زي كده ببتدي ان انا بقى اوطي عليها النار خالص خالص واسيبها لحد بقى ما تستوي مع نفسها. علشان لو احنا سيبنا النار عالية هتستوي من بره لكن من جوه الفراخ مش هتستوي وهتبقى نية. ودي تركية مهمة جدا جدا يا جماعة في الفراخ بتاعتنا، ان احنا بعد ما نقلبها على الجنبين كده وتاخد لون نسيبها بقى تستوي براحتها ونهدي عليها النار. بصوا انا ببتدي اقلبها كده على الجنب التاني. بصوا زي ما انتوا شايفين بحيث ان هي تستوي براحتها بقى على النار وهديت عليها النار. ودي كده بقيت الفراخ. هكملها انا بقى ايه بقيت الكمية عشان ما اطولش بقى عليكم الفيديو. احنا سيبناها في محلول النقع ده يا جماعة ليلة كاملة. اهم حاجة ان انت في المحلول النقع اللي قلتلكوا عليه 4 معالق خلطة البروستد مع لتر مية نسيبها ليلة كاملة عشان تدينا الطعم الجميل والقرمشة الخطيرة بتاعت الفراخ والتتبيلة الحلوة. بجد يا جماعة الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا وهتعجب اولادك. بصوا بصوا خدت اللون كده الجميل المقرمش المحرمش. وبطريقة سهلة وبسيطة بقى عملت وجبة في البيت لأولادك هتعجبهم جدا. وتغيير بقى عن الفراخ المشوية أو الفراخ بقى المحمرة أو كده أو المسلوقة. عملت كده تجديدات وتغييرات لأولادك في البيت. بجد يا جماعة الطريقة دي سهلة وبسيطة وهتعجبكم. دي بقى سلطة الكول سلو اللي أنا كنت عاملاها معاكم ساعة العيد. بصوا أنا كنت سايبة شوية كده في علبة. طبعا لما بتحطيها بقى وتقعد معاكي في التلاجة ما بيحصلهاش اي حاجة وبيبقى طعمها جميل. لان انت بعد ما بتعمليها كل ما سبتيها وقت اطول في التلاجة مثلا من بالليل لحد تاني يوم او قعدتيها 3-4 ساعات كده في التلاجة بتبقى طعمها احلى وتدي تست احلى للسلطة بتاعتنا اللي هي الكولسلو.
كده انا بقلب بقى. بصوا يا جماعه الفراخ، شوفوا جمالها وحلاوتها. تعالوا كلوا معانا، اتفضلوا معانا يا جماعه، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. انا حبيت كده اعمل لكم وصفه سهله وبسيطه، وبطريقه سهله وبسيطه. عملنا الفراخ سهله وبسيطه، عملت بقى وجبه متكامله لاولادك في البيت وهتعجبهم جدا جدا. دي الفراخ بقى يا جماعه بتاعتنا. انا ببتدي كده اطلعها على طبق في مناديل واصفيها. الوصفة دي سهلة وجميلة وبسيطة، كنت قدمتها معاكم كده من فترة على القناة. بصوا بقى الفراخ وقرمشتها وجمالها وحلاوتها. بصوا بقى يا جماعة، انا بوريكم كده الفراخ اللي احنا عملناها، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. تقدري بقى زي ما قلت لك تقدميها بقى مع رز، مع سلطة كولسلو، او مع مكرونة زي ما انت عايزة بقى، زي ما اولادك يعني بيحبوا. بصوا بقى جمال الفراخ وطعمتها وحلاوتها. اتمنى كنتوا تبقوا معايا يا جماعة عشان تدوقوها، بجد طعمها خطير. ومعاها سلطة الكولسلو اللي انا كنت عاملاها، وعملت معاها كده شوية رز بالشعرية. شايفين جمال وحلاوة الفراخ؟ بجد يا جماعة انا بحاول اقدم لكم كده وصفات حلوة وموفرة في البيت، تعمليها لاولادك بألف هنا وشفا على قلوبهم. مش زي بقى ما انت تروحي بره توكليهم وجبة بقد كده ومش هتكفي غير فرد واحد، وتصرفي بقى مصاريف. لكن انت بقى عملتيها بطريقة سهلة وموفرة في البيت. بجد بقى يا جماعة ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. لان بجد يا جماعة انا يعني دعمكم ده بيهمني جدا جدا جدا. واتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم. بحبكم جدا يا اجمل متابعين في الدنيا. باي باي.